وحشتوني جدا، ومعادنا النهارده مع إعادة تدوير جديد من نفس البنطلون اللي عملنا منه في الجزء الأولاني المنظم الجميل ده. قبل ما نبتدي، لايكاتكم الحلوة ومشاهدتكم الكاملة، واشتركوا لو عايزين يوصل لكم كل فيديوهاتي أول بأول توصل لكم إشعاراتها. زي ما احنا شايفين، انا قصيت الجزء العلوي بتاع البنطلون اللي فايض منه، قصيته من عند الحجر واتقسم كده لجزئين او لقطعتين. خدت القطعة الأطول شوية وهستخدم بالعرض، هشتغل بالعرض. وطبعا حددت العرض بتاعها بناء على شماعة أطفال صغيرة. طبعا الشماعات دي بتيجي كتير قوي وموجودة في السوق، وبتيجي ساعات مع لبس الأطفال الصغير كده. تمام، أنا بنضف المستطيل بتاعي، عملته زي ما انا قلت لكم على قد عرض الشماعة بتاعتنا، وكمان سايبة حوالي 2 سنتي من حواليها من الجنبين يعني. بنضف بالشكل ده وبعلم بالطباشير، صباع طباشير صغير خليه عندك لشغل القماش، بيعلم حلو جدا. طبعا ما ينفعش الاقلام معاه. بعلم من فوق ومن تحت، وعلمت كمان على قد رسمة الشماعة من فوق، وقصيت زي ما انتوا شايفين كده. تمام معايا الجزئين، الجزء الامامي والجزء الخلفي. لما اجي اشتغل واقفل، هقفل والاجزاء معايا يا جماعة على ظهرها بالشكل ده. بعد كده هسيب حوالين الشماعة بتاعتي داير ما يدور كده مساحة عشان التقفيل. وكمان هعمل مستطيل من تحت بالشكل ده. شايفين انا بشاور لكم حوالي صابع كده عرضه يتساب من المنطقة دي. رسمت المستطيل بالمسطرة وبالتباشيرة. هبتدي افرغ المستطيل شقة صغيرة وتدخلوا فيها بوز المقص، الحركة دي تخلي ان انتوا تقصوا بكل اريحية. هبتدي هنا افرغ المستطيل بتاعي. طبعا الشغل كله هنعمله، حتى الديكوريشن بتاعنا وكل التفريغات هتبقى على الواجهة الأمامية للمنظم. منظم جميل قوي بإذن الله يعجبكم يعني، زي ما عجبني وفادني. بعلم من الحتة اللي بيدخل منها اللي هي الهوك بتاع أو التعليقة بتاعت الشماعة نفسها من فوق. ليه بقى؟ عشان وانا بقفل كده بالشمع القماش اللي تحت واللي فوق، بفكر نفسي ان المنطقة دي ما احطش فيها شمع. اوكي، هقفل داير ما يدور. القماش بتاعي مساماته عالية، يعني مخربش كده، فده هيساعد ان الشمع يمسك جامد جدا ويعشق ما بين القماش زي الخياطة كده قوي على فكرة. لكن لو القماش ناعم ما بينفعش خالص على فكرة، فيه بيفك مجرد ما بتمسكي القماشتين وتنزعيها جامد كده او تشديها بايدك هتلاقيها للاسف فكت. لكن الشمع مع الأقمشة الخشنة دي بيبقى حلو جدا. هنا زي ما انتوا شايفين هبتدي اكوي الاطراف عشان احدد بقى الشغل كده ويترسم قدامي كده. انا اطمنت ان هو تمام. بصوا المكوة عملت ايه في الحدود بتاعته او الحواف، جميلة وظهرتها حلو جدا. وهنا فايدة الفتحة اللي انا كنت سايباها وما حطيتش فيها شمع، دخلت منها كده الهوك او اللي هي الحتة اللي بتعلق منها الشماعة الصغيرة، ومرتاحة جدا الحمد لله طلعت في الجزء ده. بعد كده هعمل هنا جزء زي ما انتوا شايفينه، شقيت حتة صغيرة وطبعا حددت بالمكوى عشان تبقى كده قصرتها باينة معايا. والمكوى بتساعد على تحديد الأماكن بزيادة. حطيت حتة خشب عشان شيش طاووق عصاية، عشان ده هيبقى جيب كده وميبقاش مرخي لقدام أو واقع، يبقى مرسوم جدا جدا لما اجي احط جواه اي حاجة شكله ما يتغيرش او يعمل ترهل كده، يبقى مش لذيذ. ومن الجناب هنا برضو بتنيها كده عشان يبقى الفينش ظريف وتبقى قوية معايا. هستخدم بقى هنا معايا الأحبال القطن العادية اللي بشتغل منها، وهبتدي أنسلها. أنا عايزة شكل الزجزاج بتاع الخيوط دي كده. وبعد كده قطعت حتت طويلة شوية، أطول بضعف من المساحة اللي أنا شغالة عليها. وابتدي بقى ألزق أولها بنقطة شمع صغيرة قوي، ومشوها على مسافات متساوية من أولها لآخرها. طبعا شوية مية صغيرين في إيدي هتساعد إن أنا أتحكم في تشكيل وبروز الشمع. خلصت الصف كله، نعمل عقدة في أول صف. بصوا أبسط من كده مفيش. أنا بقدم لكم دايما شغل المكرمية بأفكار بسيطة غير معقدة بأبسط حاجة يعني. وبحاول أدخله كتير قوي في شغلي لأنه تريندي وشيك يعني، وانتوا عارفين أسعاره غالية. عملت أول صف عقد، تاني صف بالشكل ده، واحدة عكس واحدة، عقدة بس واحدة بالشكل ده. اهو انا ماشيه بعمل العقد بتاعت الصف التاني.
عكس بقى، يعني ما بين كل اتنين هيبقى فيه خطين، وبرضو العكس تاني للصف اللي بعده. وخلي المسافة متساوية وظبطوا بايديكوا كده عشان تبقى الرسمة كده ايه تمام معايا. واثناء ما انا شغالة كده هتدي برنت بتاعت، عارفين السجاد بتاع ايكيا اللي هو الابيض في اسود اللي كان طالع ده ترندي قوي، او البرنت بتاعت ايكيا المشهورة، ده مستوحي منها شوية الشغل ده، او الحركة اللي انا عملتها بتاعت الخيوط. خلاص خلصت تحت، هنطلع فوق شوية بقى عند الهوك ده بتاع الشماعة. هبتدي احط عليها كلها، هلف عليها الخيوط بتاعتي او الحبل القطن كلها، وابتدي الزق. وهبتدي بقى الزق هنا واثبت الشماعة في القماش بشوية شمع صغيرين. وكمان الزيادة اللي انا كنت سايباها هدخلها برضو لجوه. هبتدي بقى هنا، قعدت افكر كتير قوي الصراحة، التفكير بيعمل مجهود ذهني يا جماعة رهيب، بس انا حاول اقدم لكم الفكرة تبقى سهلة عشان برضو تبقى بسيطة عليكم والخامات تبقى بسيطة. بعمل هنا زي كيرفات كده طالعة نازلة بالخيوط عادية، اديت شكل جمالي قوي الحمد لله، عجبني يعني النقطة دي بالذات بتاعت الخطوة دي كانت رايقة يعني. وبعد كده هبتدي امشي على الحتة البرواز اللي هنا خيط برضو داير ما يدور حوالين المربع بالشكل ده. لايك يا جماعة ومشاهدة يا جماعة، شجعوني عشان اقدر اواصل واكمل كده وما اقفش، يعني افضل اكمل زي ما انا على نفس الخط. ان شاء الله انزل لكم حاجات، عندي افكار حلوة كتيرة قوي عايزة اعرضها لكم. حطيت شوية هنا الحتة طبعا هنا المساحة كبيرة، وتعمدت اعملها كبيرة عشان اعمل هنا زي شغل زي ما انتوا شايفين. ده بادج على فكرة عندي جلد، كان في بنطلون جينز بس عجبني شلته، وبحط حواليها كده خيوط الحبل، وحطيت شوية زرع اهو. بصوا التقفيل، خلوا بالكم قوي من تقفيل الشمع. بنقفل ازاي، وبالمية تتحكمي تشيلي اي حاجة، حتى لو نشف تقدري تسيحيه تاني بالبوز بتاع المسدس الشمع وتقدري تتحكمي فيه. حطيت تحت زراير. بصوا بقى انا كنت عاملاه اساسا عشان موضوع المشابك، يعني شغل بقى العلب البلاستيك والكيس البلاستيك والكلام ده، لا لا لا، نعمل بقى حاجة حلوة كده اهي. خامات متوفرة ولذيذة وسهلة. الأحبال دي متوفرة في كل حتة، ساعات كانوا بيستخدموها أحبال الغسيل، الأحبال القطن دي، وبقى منظم للمشابك شيك. ايه رأيكم؟ أنا عجبني قوي وماشي كده جدا مع المنظم اللي عملناه بالجزء الفكرة الأولانية، الجزء الأولاني من البنطلون. بصوا ماشي معاه ازاي مع الالوان البوهو، رائع عجبني جدا. لايكاتكم الحلوه واشتراكاتكم هتساعدني ان انا اقدر اواصل واقدم لكم الافكار من السهله والبسيطه متوفره في كل بيت. بصوا هنا فكره برضو الخشبه اللي حطيناها بتاعت الشيش طاووق، خليته مش مرخي ومشدود والشكل باين وجميل. هنا بفكركم باللايك اهو. تعالوا اوريكم برضو استخدامات تانية، يعني هوريكم، خليكم معايا بس لاخر الفيديو. هوريكم بنوظفه في ايه تاني. هنا انا بفرجكم على المنظم اللي عملته من الجزء اللي هو اللي تحت بتاع البنطلون. هنا بحط فيه الشواحن على فكرة، حاطه فيه اي حاجة بحس انها بتوه مني، مكركبة في اي حتة، بتضيع كتير بالذات الاسلاك والحاجات دي والروموتات. هتلاقوا ان شاء الله الطريقة بتاعته في الديسكريبشن بوكس. تعالوا ناخد نظرة بتعمق على التفاصيل. انا بحب اقرب لكم قوي من التفاصيل والشغل اللي انا ببقى شغالة فيه، لان بجد ببقى بهتم جدا بكل تفصيلة صغيرة، فمش بخاف عكس ناس تانية كتير ما بتحبش تعمل زوم قوي على شغلها. نشكر الله فعلا مجتهدين في شغلنا، وبوريكم قوي الحذافير عشان برضو تاخدوا بالكم منها وتعملوها كويس. هنا برضو بوريكم ان ينفع للمطبخ، للحفاظات اللي هي للشنط البلاستيك، اغطية علب بلاستيك. وهنا برضو بوريكم ينفع برضو في دولاب الهدوم، شرابات بقى، غيارات داخلية، اي حاجة صغيرة، اي حاجة تقدروا تلموها برضو في دولاب الهدوم. اعملوا كام واحدة ورا بعض، اعملوها اطول شوية تشيل مساحة اكتر. وهنا برضو كنت بوريكم ان ينفع على الباب، نستغلال بقى لمساحة الباب بتاع الهدوم ان نعلقه برضو في المنطقة دي لانه مبطط كده بحذا الباب.
اتفرجوا برضو على الجزء الاولاني بتاع المنظم الجميل ده. كنتم مع قناة ابتكارات ميرا، استنوا افكار تانية حلوة كتير. سلام.